النهاردة 2 رمضان والحلقة التانية من سلسلة رمضان في عالم التعليم، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. في سؤال مهم بيجي في دماغنا: ليه دايما الحرام بيبان إن هو أسهل من الحلال؟ بصوا كده، الحرام غالبا بيجي بسرعة من غير تعب ومن غير أي مجهود. الشيطان بيزينه، لكن الحقيقة إن السهولة دي وهم، لأن وراه وجع ضمير وذنب وحياة مش مستقرة خالص. الحرام ممكن يديك متعة لحظية، لكن بيسيب أثر تقيل على قلبك ونفسك. أما الحلال يمكن محتاج صبر ومحتاج وقت ومحتاج مجهود كمان، بس في المقابل بيديك راحة نفسية وبركة في حياتك ورضا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا المكسب الحرام ممكن يجي بسرعة، لكن صدقني بيضيع بسرعة جدا. أما المكسب الحلال حتى لو قليل وبيجي بطيء، ربنا بيبارك فيه وبيكبره، وأهم حاجة طبعا بركة ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعني الشيطان دايما يخوفك ويقولك الحرام أسهل، لكن ربنا بيطمنك إن الحلال فيه فضل ومغفرة. رمضان فرصة نثبت لنفسنا إننا نقدر نختار الصح حتى لو الطريق أطول وأصعب. قولولي في الكومنتات إيه أكتر موقف عدى عليكم وحسيتوا إن الحرام أسهل، بس انتوا طبعا اخترتوا الحلال. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان غيركم يستفيد.